ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل لوك بالالوانات الموف. لوك سهل جدا وبسيط لاي بنت اي بنوته تقدر تعمله. اول حاجه عملتها طبعا عملت حواجبي اوف كاميرا، وبعد كده حطيت المرطب بتاع ستيفز. المرطب دوت فظيع فظيع فظيع، بينفع لجميع انواع البشره. بيدي جلوي كده للبشره زي ما انتم شايفين. وبعد كده خدت الفيلر بتاع مايت سينما، في نفس الوقت مرطب وفي نفس الوقت بيعمل فوليوم للشفايف. حلو جدا. هو بيحرق بس شوية، بس بعد كده عادي. بصوا، ده الصراحة انا والله ناسية اسمه. بس دوت هقولكوا ايه، ده 3 في 1. ده عبارة عن برايمر، وفي نفس الوقت فاونديشن، وفي نفس الوقت في لوز، يعني في لوز باودر. فيعني 3 في 1، مسافة ما بتحطيه بيبقى مات. فهو حلو جدا، حلو جدا جدا. انا حطيته على الاماكن اللي انا عايزه اقفل بيها المسام شويه، ما كترتش منه. وبعد كده هستخدم التستر بتاع شي جلام. حبيت ان انا اجرب التستر الاول قبل ما اجيبه. هو شخصيا هشوفه هينفع معايا ودرجاته حلوه بتاكسد كده، فانا حبيت اجرب الاول تستر منه. الفونديشن ناعم جدا، اندمج معايا بسرعه. وجبت الدرجة بتاعته على اصفر شوية. وبعدين اخدت هدى بيوتي، اللي هو هايلايتر هدى بيوتي، اللي هو السايل، وحطيته عملت له ميكس كده مع بعض ودمجتهم بالبروش. البروش دي خطيرة خطيرة بجد. انا يعني ممكن ما كنتش اعمل الخطوة بتاعت البيوتي بلندر دي، بس انا علشان ببقى دايما خايفة ان يبقى فيه تكتلات في الفونديشن او كده، بحب ان انا اعيد على البروش بالسبونج. وبعد كده جبت الباليت دي بتاعت روز بيري، بتاعت الكونتور والبراشر والكونسيلر. واخدت منها الدرجة اللي هي مش غامقة قوي، بس حسيت ان مش واضحة معاكم في الكاميرا، فابتديت ان انا اغمق شوية. وبعد كده هاخد درجات الكونسيلر دي وهعمل لها ميكس وهحطها تحت العين وفي الاماكن اللي انا عايزة انورها. تمام، هحطها بالشكل دوت وهديها سحبة شوية من عند العين. هطلع بالكونسيلر شوية سحبة. وحطيت بعد كده البلاشر الليكويد، وهبتدي بقى ان انا اعمل بلاند. عملت بلاند كده، وبعد كده حطيت كونسيلر تاني عشان حسيت ان الكونتور انا وبدمج الكونتور والبلاشر دخلوا على عيني، فحطيت تنوير تاني تحت العين. واخدت الباليت بتاعت اللوز باودر دي بتاعت ايرسبون. الحاجات دي اوريجينال يا بنات، وحلوة جدا جدا جدا، ناعمة قوي على البشرة وبتنفع جميع برضو درجات البشرة. فحلوة قوي، هتجيبي منها اول درجة. اخدت الباليت دي وهبتدي اخد الدرجة اللي هي على اورنج كده شوية. هعمل لها هغطي بها جفن العين كله، يعني هحطها على عيني كلها كلون انتقالي. وطبعا حطيت بيكنج تحت العين عشان لو في حاجة نزلت من الاي شادو ما تبوظليش البشرة. هحطه كده الدرجة دي كلها على العين، على جفن العين وعلى الجفن المتحرك والجفن الثابت. هوزعها كلها على العين وهعمل كده بحركات دائرية. وهاخد الباليت دي بتاعت مايت سينما. الباليت دي خطيرة خطيرة خطيرة، فيها جميع الالوان. هاخد منها الدرجة اللي هي على موف دي، وهبتدي ان انا اثبتها على الجفن المتحرك. لقيت ان اللون مش بيطلع معايا حلو في البروش، او هو بيطلع حلو في الحقيقة في البروش بس مش بيطلع حلو قدام الكاميرا. فابتديت ان انا اخد بايدي واحط بالشكل ده عشان يظهر معاكم اكتر. وهجيب نفس البروش الاولانية اللي هي الكابوكي دي، وهقوم عاملة بيها بلندنج بحيث ان اللونين يخشوا مع بعض، ما يبقاش فيه خط واضح وصريح. هبتدي ان انا اعمل بلندنج كده عشان الالوان تخش في بعضها. هاخد الباليت دي خطيرة برضو، الواناتها جميلة والجليتر بتاعها حلو جدا وثابت وناعم قوي. الباليت دي بتاعت تقريبا روز بيري برضو. اخدت منها درجة مجرد ان انا بس اعمل اضاءة كده صغيرة على اللون. وهاخد الهايلايتر ده بتاع ندى سالم، خطير خطير الهايلايتر دوت خطير.
هاخده وهحطه عند مدمع العين عشان يديني تنويرة، وهحط منه برضو تحت عظمة الحاجب. اللوك في الاخر هيطلع تحفة. وهاخد برضو نفس الدرجات دي وهحطها في خط الرموش السفلية من تحت. اللونين اللي انا حطيتهم، انا كل اللي استخدمته في عيني هو لونين بس، ومجرد ان انا حطيت تنويرة جليتر بس مش جليتر قوي اللي هو الشimmer، وحطيته علشان يديني تنويرة مع اللون ويوضح معايا اكتر. وبعد كده جبت الايلاينر بتاع انجلوت وهبتدي كده ببروش رفيعة قوي وهرسم خط ايلاينر. وبعد كده هاخد المسكرة بتاعة ايسنس اللي هي الخضرة، وهبتدي ان انا امشطها على الرموش قبل ما احط الرموش الصناعية، علشان لو في اي باودر او اي حاجة تبقى لونها زي لون الرموش الطبيعية بالظبط. حطيت الرموش بتاعت شيجلام، وبعد كده حطيت الايلاينر عملته في مدمع العين عند اول ربع العين من قدام. وبعد كده اخدت من الكونسيلر نفس اللي انا حطيته وحطيت منه عشان يوسع لي العين من ورا. وبعد كده هحط حاجة بسيطة قوي من عند المدمع جليتر ليكويد. وطبعا هحط المسكرة برضو من تحت. هاخد بقى الباليت دي اللي هي بلاشر وفي نفس الوقت برونزر. هاخد اللون البرونزاج دوت وهمشي بيه على نفس الكونتور الكريمي، همشي عليه بالبرونزر. وطبعا وضح معايا جدا. وهمشي برضو على النوز وهمشي على الخط اللي انا كنت عاملاه بالكونتور الكريمي. اسفة على صوت الاغاني اللي جنبي علشان في فرح، فربنا يفرح البنات كلها يا رب ويسعدكم اجمعين وينصر اهل فلسطين وغزة قادر يا كريم يا رب، وينصرهم ويفكوا من الازمة اللي هم فيها دي. بعد كده خدت البلاشر وابتديت ان انا احطه طبطبة كده، مش عايزة بلاشر يبقى قوي. وهاخد برضو نفس الهايلايتر بتاع ندى سالم وهبتدي احطه في الاماكن اللي انا عايزة فيها اضاءة. الهايلايتر دوت فظيع يا جماعة، بجد بجد يا بنات الهايلايتر ده تحفة ومش غالي خالص خالص خالص. هاخد الكومباكت باودر وهبتدي ان انا انضف الاماكن اللي انا عايزة انورها وتبقى ظاهرة معايا اكتر عند النوز وتحت العين، وهحدد اماكن الكونتور اللي انا عملتها. انا مش عارفة النهاردة الدوشة جامدة جدا. هاخد القلم الليب لاينر دوت وهعمله كده. انا مش هحط روج، مش هحط روج لون يعني، انا مجرد ان انا هحدد شفايفي وهحط ليب جلوس بس. حددت شفايفي وبعد كده هحط الليب جلوس برضو بتاع ندى سالم. الجلوس دوت ما بيتحركش من مكانه حرفيا، وبعد ما بتحطيه بيفضل يظهر اكتر من الجلوس بتاعه، طري جدا جدا على الشفايف وحلو قوي قوي. ممكن مشكلتي معاه ودي برضو ممكن ما تكونش مشكلة انه بيلزق شوية، بس حلو قوي 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 في ثباته. ده اللي هي الدرجة الشفافة فظيعة، بتحطيه على اي روج ما بيتحتحش، حتى الروج اللي من تحتيه ما بيتحتحش وهو برضو ما بيتحتحش من مكانه. بس كده، وده اللوك كده يكون خلاص. رب الفيديو يكون عجبكم وعرفت ان انا اشرح لكم واوصل لكم. لو الفيديو عجبكم متنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد انا بنزله. وان شاء الله الفتره الجايه يبقى فيه لوكات جامده جدا. مع السلامه.